من الإعداد أستاذ أيمن إبراهيم. مساء الفل يا أيمن. مساء الفل يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولكل متابعين حضرتك الكرام. والنبي طمنا بس على موضوع أرون بوينزا والزمالك وصل لإيه في القضية وأخبارها إيه لو سمحت. ولا حاجه يا استاذ عبد الناصر، زي ما حضرتك متابع وعارف اللاعب بيلعب بشكل طبيعي جدا مع نادي رابط بوخارست الروماني، بيشارك في كل المباريات، بيلعب اساسي، بيسجل وبيهدف وبيصنع اهداف. الدنيا بالنسبه له شغاله بشكل طبيعي جدا. الراجل واخد البطاقه الدوليه الدائمه بتاعته بيلعب بيها داخل نادي رابط بوخارست ضمانا من الاتحاد الدولي لكره القدم. نادي رابط بوخارست بس بنسترد المعلومات بس بشكل سريع لحضرتك. ارسل الاتحاد المصري لكره القدم مره واثنين، وفي ثاني مره طبعا الاتحاد المصري لم يستطع ان يقف امام الاجراءات القانونيه اللي اتخذها الاتحاد الدولي لكره القدم، فارسل البطاقه الدوليه الدائمه لنادي رابط بوخارست واللاعب بيلعب بشكل طبيعي. المفاجاه بقى ان من حوالي 4 أو 5 ايام كان نادي الزمالك طبعا بيحاول يستفسر عن القضيه من خلال المحامي السويسري، المحامي الدولي المسؤول عن قواضي نادي الزمالك الدوليه لدى الفيفا، بيستفسر عنه عن الاستئناف اللي قدمه نادي الزمالك بحق اللاعب ارون موبينزا، وان الزمالك بيحاول يحصل على جزء او بعض حقوقه. كانت المفاجاه ان المحامي الدولي السويسري ارسل لنادي الزمالك ما يفيد ان الاتحاد الدولي لكره القدم او المحكمه الرياضيه الدوليه رفضت رفض تام وبات النظر في الاستئناف المقدم من نادي الزمالك للاعب ارون موبينزا، لان الاستئناف لا يستوفي ولم يستوفي الاوراق المطلوبه. ما هي الاوراق المطلوبه؟ عقد اللاعب، التحويل البنكي لمقدم العقد، لا ده ولا ده موجود من الاوراق الرسميه اللي قدمها نادي الزمالك. نادي الزمالك لم يقدم الا ورقه وهي عباره عن ايميل مبعوث من الزمالك للاعب، اللاعب بعت لهم ان اللاعب موافق عن شروط التعاقد، ولكنه ليس تعاقد رسمي، ليس تعاقد من 4 نسخ، ليس موجود او لم يكن موجود اي مقدم عقد او فلوس اتبعتت من حساب نادي الزمالك للاعب. فطبعا تفاجأ نادي الزمالك واتصدم نادي الزمالك من رد المحامي السويسري، ان المحامي السويسري قال لهم انا مش هعرف ومش هقدر اعمل اي حاجه، لان الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه الدوليه بعتت له بشكل رسمي ان الزمالك لو حاول يستطيع ان ياخذ حقوقه او بعض من حقوقه لازم يستوفي الاوراق الرسميه، والاوراق الرسميه دي مش موجوده عند الاتحاد الدولي ومش موجوده في المحكمه الرياضيه الدوليه. طبعا نادي الزمالك حاول على قد ما يقدر وبيحاول ان هو يتكتم عن الموضوع ده، ولكن طبعا كابتن احمد شوبير في برنامج حارس الاهلي فضح الامر واتكلم لا بس لو سمحت تقول الكابتن احمد شوبير فضح الامر بعدينا، احنا اصحاب الانفراد الاول في التاريخ. طبعا يا فندم، طبعا بالعكس ده احنا بنشكر الكابتن شوبير انه مشي ورانا، وبنلوم عليه انه كان لازم يقول صاحب هذه القضيه هو عبد الناصر زيدان، وانا بلوم على الكابتن شوبير بقوه. كان لازم يقول صاحب القضيه دي عبد الناصر زيدان، وده افضل تحقيق اتعمل في 2024 لاعلامي محترم اسمه عبد الناصر زيدان وفريق عمله. مظبوط يا فندم، مظبوط. هو كابتن احمد شوبير طبعا ليه كل الاحترام، هو اتكلم عن الموضوع طبعا بعدينا، واحنا الحمد لله حضرتك طبعا كنت سباق في الموضوع، اتكلمت عليه من البدايه، من اول ما الزمالك حاول يتفاوض مع اللاعب، ووجود اللاعب الاول خالص في بلده، وان الزمالك بيحاول يبعت له تيكت الطيران وتذكره الطيران واللاعب مش عايز يجي، وان الزمالك كل يوم يقول بكره، بعده يوم الثلاث، يوم الاربع، وطبعا اللاعب كان بيدبر طبعا حاجه ثانيه خالص. وعايز اقول لحضرتك ان ارون موبينزا واضح ان هو هيكون كابوس الزمالك المرحله الجايه. اولا القضيه اللي الزمالك بيحاول ياخد فيها حقوقه، الحاجه الثانيه افق جاريه زي ما وضحت لحضرتك. لا خليني بس هنا في حاجه، احنا حصل تواصل بيننا ما بين شركه ارون بوينزا، كمان بيقول لك هي معلومه انهم كمان سيعودوا بتعويض على الزمالك. مظبوط يا فندم. عايزك توضح لي دي بس. مظبوط يا فندم. هو ارون موبينزا زي ما حضرتك عارف هو مركز بشكل كبير جدا في الملعب، سايب القضيه برمتها للمحامي الخاص بيه وبالوكاله الفرنسيه. الوكاله الفرنسيه وعدت اللاعب ان هي هتجيب له كل حقوقه الادبيه
هتجيب له كل الادعاءات اللي اتظلم فيها اللاعب الفتره اللي فاتت، وان اللاعب غير محترف، وان اللاعب نصب على الزمالك. الكلام ده طبعا غير صحيح. اللاعب لم يحصل على اي مليم او اي مبلغ مادي من نادي الزمالك. اللاعب لم يوقع، وهو ده اللي اكده للوكاله الفرنسيه قبل ما تتخذ اي اجراءات قانونيه، ان اللاعب اكد للوكاله بتاعته ان انا لم امضي على اي اوراق رسميه او اوراق تعاقديه ما بيني وما بين نادي الزمالك. بعت لهم الورقه والايميل اللي اتبعت من نادي الزمالك، وده طبعا زي ما بنقول يا فندم، يعني الزمالك يبل ويشرب ميته. هي ورقه عاديه جدا. لا، ده هي دي كان يجب على اتحاد الكوره ووليد العطار المدير التنفيذي الدكتور وليد العطار انه يطلع يعتذر للمصريين على اللي قاله في البطاقه الوهميه مش الدوليه. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. هو استاذ وليد العطار حب يمشي على هوا نادي الزمالك، ما حاولش يزعل نادي الزمالك، وقال ان دي بطاقه مؤقته، وان الاتحاد الدولي طبيعي يطلع بطاقه مؤقته للاعب عشان يلعب. ومع ان من البدايه ومن بدايه الامر الاتحاد الدولي لما ارسل لنادي رابط بوخارست ارسل له سيستم التي ام اس ان اللاعب يحق ليه اللعب بشكل طبيعي. تمام. العلامه الخضراء، العلامه الخاصه بالبطاقه الدوليه الدائمه، مش علامه حمراء، علامه اكتف بلاير ان اللاعب خلاص نشط بشكل طبيعي جدا لنادي جديد. طبعا كل الكلام ده لم ياكده استاذ وليد العطار. حاول يعني يقفل على الموضوع، مش عايز يزعل الراي العام الزملكاوي، مش عايز يزعل اداره نادي الزمالك. وفي الاخر طبعا كل حاجه بانت واتعرفت. الاتحاد الدولي حضرتك عارف يا استاذ عبد الناصر ما بيمشيش الا ورا اوراق رسميه. هو لا مع الزمالك ولا مع نادي رابط بوخارست ولا مع الاتحاد المصري ولا مع اللاعب. او انا قدامي ورق رسمي. الورق اللي معايا بيقول ان اللاعب مضى نادي رابط بوخارست بشكل طبيعي، اخذ مقدم العقد بتاعه، مضى على كل العقود بشكل طبيعي. اهلا وسهلا فيك في النادي الجديد. نادي الزمالك لم يقدم ولن يقدم يا استاذ عبد الناصر، واحنا اتكلمنا على الموضوع ده من البدايه، ان الزمالك ما عندوش ما يثبت احقيته في اللعب. طبعا الزمالك بيحاول يكتب الموضوع، بس طبعا يعني اللي يتسال استاذ عبد الناصر في الملف ده هو استاذ او كابتن احمد سليمان والاستاذ عمرو ادهم. وعدوا الجماهير الزملكاويه بشيء، وطبعا يعني وهم اشتروا سمك في ميه، وطبعا الكلام ده ما بيحصلش. يعني انا لحد دلوقتي مستغرب ازاي نادي الزمالك ادار وبيدير الملف تمام. يعني بهذا الشكل حتى الان يعني. طيب بص، انا هاخدك كده الاستراحه قبل ما نروح لموضوع كونراد مشلاك لانه تحول الى كارثه في الزمالك. بس خليني اقف معاك بس عشان انا مستمتع جدا دلوقتي ومزاجي عالي جدا بالسيلفي اللي نازل ومكسر الدنيا ما بين محمد صلاح وما بين فان دايك. وفوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثيه، واحتفال الجماهير ليفربول بمحمد صلاح، وكمان صلاح مان اوف ذا ماتش المباراه. والموقع الرسمي ليفربول بيقول لك انه في مكانه. انت تعرف يا ايمن ان الجمهور طالب باقاله المدير الرياضي اللي هو مسؤول عن التعاقدات لمجرد انه عرف انه صلاح زعل في قعده التفاوض عن طريق وكيله رامي عباس. مظبوط يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان النادي نفسه او جماهير ليفربول نفسها يعني عملت صوره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنادي ليفربول وعلى الموقع الرسمي، صوروا فيه كابتن محمد صلاح وهو قاعد وحاطط رجله على ترابيزه التعاقد وقدامه العقد، وكتبوا كده زي كلاشه كده صغيره، اعطوا العقد لصلاح الان لكي يمضي. يعني محمد صلاح استاذ عبد الناصر تحول الى ايقونه لنادي ليفربول ولجماهير نادي ليفربول. الجماهير لن ولم تقبل بغير محمد صلاح. يعني هيبقى في ثوره عارمه في حال عدم اتمام التعاقد وعدم اتمام التجديد لمحمد صلاح. محمد صلاح مش مجرد لعيب عادي في انجلترا عموما يا استاذ عبد الناصر. محمد صلاح ايقونه. محمد صلاح بينافس نفسه على تحطيم الارقام القياسيه كدوري انجليزي وكنادي ليفربول. الجماهير طبعا يعني لم تقبل بغير ذلك. انت عارف لعب مع ليفربول 21 مباراة، سجل 14، صنع 10، ساهم في 24 هدف في جميع المسابقات رفقة ليفربول. مظبوط يا فندم. كابتن محمد صلاح وكابتن عمر مرموش اصبحوا حديث العالم الان. يعني عايز اقول لحضرتك ان انتقالات يناير يعني هيبقى فيها معركة على عمر مرموش وعلى محمد صلاح. حضرتك عارف ان يعني صندوق الاستثمار السعودي يعني هيتجن عشان يحصل على خدمات صلاح ويكون ايقونه ويزين الدوري السعودي المرحله اللي جايه.
وطبعا الكلام ده لما بيوصل لجماهير نادي ليفربول الموضوع بيولع هناك. طبعا يا جماعه عشان تبقوا عارفين النهارده محمد صلاح وصل للهدف رقم 100 في جميع مسابقاته. يعني يصل للهدف رقم 100 رفقة ليفربول خارج أنفيلد في جميع المسابقات. مظبوط يا فندم. يعني كمان الماتش انتهى ايه 3-2 وتعزيز صدارة ومحمد صلاح وصل للهدف 100. فانت في حتة تانية يا جماعة. صلاح احرز ثاني اهدافه وثالث اهداف ليفربول. الهدف القاتل الهاسم ده اللي هوس الناس. يعني صلاح تعادل لليفربول بالهدف الثاني واخد بالك انت، وبعد كده صلاح احرز الثالث. يعني كانوا مغلوبين 2-1، صلاح جاب 2-2 وبعد كده جاب 3-2. مظبوط يا فندم. يعني كفايه اللي احنا نقول لحضرتك يا استاذ عبد الناصر ان محمد صلاح هو كابوس كبير انجلترا نادي مانشستر يونايتد، اذا كان في الانفيلد او في الاولد ترافورد مفيش ماتش او مفيش موسم بيعدي الا ان صلاح بيسجل او بيصنع امام مانشستر يونايتد. فاكتر نادي هيحب قوي او هيفرح ان محمد صلاح يسيب انجلترا عموما هو نادي مانشستر يونايتد. يعني اصبح بالنسبه لهم صلاح كابوس. والله خلي بالك اليوفي مهتم جدا، اعلنوا رسميا. اليوفنتوس اعلن رسميا انه مهتم جدا بخدمات محمد صلاح. مظبوط يا فندم. مظبوط نادي اليوفنتوس فعلا اعلن الكلام ده. بس خد مني وانا صاحب الانفراد ده والله العظيم من اول ما قابلت صلاح قبل ما يسافروا كوت ديفوار، صلاح لن يترك ليفربول. اتمنى جدا يا استاذ عبد الناصر، لان فعلا يعني ما ينفعش ايقونه انجلترا تسيب انجلترا. ما ينفعش. يا كان الموضوع فيه استثمارات وارتباط باستثمارات. لن يترك ليفربول. لا، مليون مبروك لكل مصر العشاق لمحمد صلاح. النهارده هدفين من العيار الثقيل، تأخر ليفربول 2-1 ثم يتعادل صلاح 2-2 ثم يحرز هدفا قاتلا يعزز به الصدارة وتنقلب مدينة ليفربول لأسر على عقب ويصل إلى الرقم 100. والعالم كله دلوقتي بيتحدث على محمد صلاح. اديله صلاح، اداله بالكيلو، اديني يا معلم. اوعى اشوف حد هنا بيتكلم كلمه. ما فيش غير فخر عرب واحد وما فيش غير صلاح واحد وما فيش غير نجم واحد، وربنا يكرم مرموش ويسير على نفس الطريق باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب من الحاجه الحلوه دي صلاح اخدك لحاجه معفنه. في واحد معتوه والله العظيم قال لك ناصر ماهر افضل من ارتدى قميص 22. واي حد بص قول رايك بادب. ليه بقول لك معفن ومعتوه؟ لانك انت قول رايك بادب. قول يا ناصر ماهر افضل من ارتضى في نظري 22. انت حر، لكن ما تقولش واي حد ما عداه ما يلزمناش والى مزبله التاريخ. ده عيل قليل ادب وفاشل وللاسف محسوب على الجماعه الزملكاويه والزمالك منه بريء. ما فيش حد احسن من حد في ارتداء الفانلات، ولكن اذا كنت بتتكلم على رقم 10 فلم ياتي في مصر الا اسطوره واحد اسمه الخطيب. 22 لم ياتي الا اسطوره واحد اسمه ابو تريكه. غصب عن اي حد ناصر ماهر ده يلا تروح تلفه في قماشه وتقعد بيه اتفخد جنب امك. افضل من ارتضى 22 يا ايمن يا ابراهيم هو ابو تريكه. مظبوط يا فندم. طبعا حضرتك عندك مليون الحق وعندك كل الحق طبعا يا استاذ عبد الناصر. محمد ابو تريكه ما كانش مجرد لعيب كوره بس، هو كان انسان قبل ما يكون لعيب كوره. يعني لعيب والكمال لله وحده طبعا. يعني كان فيه كل الصفات الحسنه، كان متربي لعيب ذو خلق عظيمه. طبعا يعني الفنيات بقى حدث ولا حرج. فطبعا اكتر او اهم او افضل من ارتدى رقم 22 في مصر وافريقيا عموما هو اكيد طبعا كابتن محمد ابو تريكه. طبعا حضرتك عندك كل الحق. بص عندك ارقام لما تيجي تقارن يبقى تحترم نفسك، لا تاخد بيك جزمه. 9 افضل من ارتدى رقم 9 حسام حسن في التاريخ المصري. مظبوط. 14 افضل من ارتداها حسن شحاته. كابتن حسن شحاته. بص 10 بيبو العظيم
مظبوط. 22 محمد ابو تريكه، 7 اعظم من ارتدى 7 مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده مظبوط. ما بص يا باشا، في ارقام ما تناقشش فيها يالا. لما تناقش بالارقام دي لا تناقش بادب وتعمل مقارنه عادله، لا اما بالجزمه. عشان الواد ده انا عارفه كويس وشغال يسخن ويولع الدنيا. ناصر ماهر مين يالا؟ ده ناصر ماهر ده كان يوصل لابو تريكه قدامه 100 لسه سنه بدري. ضوئيه. لسه بدري قوي. لو بعد لسه كده بدري. وبعد كده يروح رادد عليه واحد تاني على فكره برضه صاحبه على نفس منصه اكس يقول له بيلاقنوا بعض يا استاذ عبد لا لا لا، ده بص ده بيلاقنوا بعض. هدقك يقول لك ايه، مش عارف مين من الاهلي خد ناصر ماهر على جنب، بيتكلم على طاهر محمد طاهر، خد ناصر ماهر على جنب وقال له ما توحشتش الاهلي يا صاحبي. ايه الكلام المصاطب ده يا جماعه؟ توحشتش الاهلي؟ لا، الاهلي لا عايز ناصر ماهر ولا يلزموا ناصر ماهر ولا ينفع ناصر ماهر يدخل الاهلي تاني. مظبوط مظبوط. فلا- زي يا استاذ عبد الناصر حضرتك لو متذكر وامام عاشور طلع فضحهم مع كابتن احمد شوبير، برضه كانوا بيحاولوا يفبركوا الحديث اللي كان ما بين امام عاشور وشيكابالا في ماتش نهائي كاس مصر في السعوديه، وحاولوا اللي هو يبينوا ان امام عاشور كان بيستعطف شيكابالا وما تزعلش مني وانا نفس الفيلم الهندي يقول نفس لك الفيلم ده مطلع كابتن امام عاشور قدام كابتن احمد شوبير وقال والله الكلام ده ما حصلش، ده كل الكلام بقول له ان دونجا بيحاول يضربني وانا هطرده، وخلي بالك حاول تقول له ان انا هطرده. فطلع فضح الكلام وفضح الحديث، وان كل الكلام اللي كانوا صح. بيقولوه ليس له اسم من الصحه. يا جماعة بصوا، أي مقارنات عبر التاريخ بتحكمها معايير وأرقام. النهارده لما تيجي تقول لي ناصر ماهر أفضل من أبو تريكة، لازم أقول لك أنت ترى الله برسيمك. أنت ما شربتش الرضعة بتاعت الحمير، أنت كلت الحمار كله مع المجموعة اللي بتاكل الحمار كله. ليه يا معلم؟ لأنك أنت النهارده لا أرقام ولا تاريخ ولا إنجازات، اختلف زي ما أنت عايز في أي حاجة تاني، لكن في الكورة هو الماجيكو نمرة 1 وما فيش غيره. 22 ما لبسهاش غير ابو تريكة. مظبوط يا فندم. واو، تصدق بالله انا نفسي مش متخيلها على حد بعد ابو تريكة. انت متخيل الرقم ده حلو على حد غير ابو تريكة؟ لا فعلا يا فندم، ما فيش حد حاول حتى يقرب ولو حتى بنسبه 20% من كابتن محمد ابو تريكه. بالفعل فعلا ما يعني فيش. ما فيش وجه مقارنة خالص. لا ما فيش خالص. فده عيل معتوه، سيبك منه. طيب للاسف يا استاذ عبد حضرتك عارف ان السوشيال ميديا كالعاده هي اللي بتدير نادي الزمالك وبتدير الاداره في نادي الزمالك، وطبعا عمر ما هينصلح الحال طول ما اداره نادي الزمالك بتمشي ورا صفحات السوشيال ميديا. او يحاولوا البعض ينافق من اجل ارضاء صفحات السوشيال ميديا، بس الله غالب. يعني ما تقلقش، كله جاي عند ام ترتر. واول ناس بتوقعهم يا فندم، يعني مع اول مصيبه او كارثه او وقع نادي الزمالك اول ناس بتهاجمهم هم الناس اللي كانت بتطبل لهم. ومن هنا ابدا معك واخدك. اتشتمت انا واتبهدلت على موضوع مين؟ المعلم عمر فرج. وابدا من عندك. قول لي بقى اخر اخبار المعلم عمر فرج ابو غمزه جنان ده، انا مسميه عمر فرج. بص يا باشا، جمهور طيب وغلبان، الجمهور المصري بكل انتماءاته. عيل الاهلي رفضه ورماه والراجل قال ما ينفعش، رحت انت جبته كيدا في الاهلي. كنت تقول ايه؟ انا جبته ب 850 والاهلي كان عارض عليه 1,200,000. قلت لك الاهلي رماه، الراجل قال ما ينفعش، راحوا شتموني. النهارده ابو غمزه جنان عمر فرج فين يا استاذ ايمن لو سمحت؟ ابو غمزه جنان لو سمحت، اسمه كده ابو غمزه جنان. ابو غمزه جنان خارج حسابات المدرب جوزيه جوميز من البدايه. جوزيه جوميز لم ولن يكون مقتنع باللاعب، لم يختار اللاعب، لم يشاهد ليه اي مباريات، لم يشاهد ليه اي فيديوهات. تفاجأ حين عودته للقاهرة من الأجازة اللي كان واخدها قبل بداية الدوري وقبل الموسم القروي بوجود اللاعب داخل صفوف نادي الزمالك. حاولت الإدارة تقنعه إن ده لاعب كويس، إن النادي الأهلي كان بيتفاوض مع اللاعب والنادي الأهلي فشل في التعاقد معاه، وإن إحنا جبنا صفقة عظيمة. ما يعرفوش إن مارسيل كولر من البداية كان حاطه خارج الحسابات.
يعني مارسيل كولر لما كان بيتعرض عليه لا لو سمحت انا بعترض على خارج الحسابات. من اول دقيقه كان رافضه يا ايمن. هناك فرق ما بين مظبوط يا الاثنين. ترفض يا باشا. امير توفيق حطه له احتمال ثالث رفضه. رفضوا فعلا فعلا فعلا. اللعيب الوحيد اللي كان ممكن يعني يوافق عليه هو كان يوسف سالتش فقط، غير كده هو كان رافض الباقي كله. يعني اي لعيب فلسطيني كان رافضه. رفضوا تماما. فابو غمزه جنان هيعملوا فيه بقى مليانه حنان. اديني كمان وكمان وكمان. رفضه تماما يا فندم. حضرتك طبعا عارف الكلام ده، هو رفضه تماما. هو كل ما يهم جوميز دلوقتي هي طب ماكي يا باشا موقفه ايه؟ ابو غمزه جنان هينزل الناشئين ولا هيلم كور ولا ايه الموضوع؟ موقفه يا فندم ان الاداره وكابتن احمد سليمان بيحاولوا يقنعوا بيه المدرب، وبيحاولوا اللي هو ينزله او يشاركوا في المباريات القادمه. جوزيه جوميز رفضه تماما. مستواه البدني ضعيف جدا، مهاراته الفنيه في التدريبات ضعيفه جدا. هو مش عارف يقتنع بيه. تمام. هو نادي الزمالك هيبقى قدام حاجه يعني لا بديل لها، يعني ان هو هيحاول يسوق اللاعب في يناير. ما عندوش حل تاني غير كده، لان جوميز طول ما جوميز موجود يا فندم هو لم ولن يشارك عمر فرج. هو مش مقتنع فيه لا فنيا ولا بدنيا. هو الراجل بيشوفه كل يوم في التدريبات وفي تدريب نادي الزمالك. هو الراجل مش مقتنع بيه. والراجل قبل الكابتن احمد سليمان بالامر قال له اللاعب بدنيا وفنيا لاعب ضعيف جدا. فانا مش هينفع لاعب ضعيف جدا ولاعب انا مش مقتنع بيه. فنادي الزمالك هيبقى قدام حلين. لو جوميز فضل موجود جوه نادي الزمالك، الحاجه الوحيده ان نادي الزمالك هيعملها هو تسويق اللاعب في يناير ومحاوله بقى عرضه او بيعه لاي نادي اذا كان داخل مصر او خارج مصر. يعني الراجل مش مقتنع بعمر فرج لا شكلا ولا موضوعا. لا يا فندم، بدنيا ضعيف جدا. هو اللاعب، هو جوميز ابلغ الاداره بكده ان اللاعب بدنيا وفنيا ضعيف جدا، لم يكن مفيد للنادي. هو مش مفيد ليه فنيا، مش مفيد للخطط بتاعته، مش مفيد كتكتيكيا جوه الفريق. فهو طبعا ابلغ الاداره بكده اكتر من مره. فنادي الزمالك بيحاول يقنعه زي ما بيحاول يقنعه بكونراد مشلاك. طب هو جاي بكام عمر فرج يا معلم؟ جايب $1,000,000 يا فندم، مش 850,000. $1,000,000. هم قايلين خلي بالك عشان انا الرقم ما اعرفوش. هم قالوا 850. لا يا فندم، $1,000,000. انا اقدر ابعت لحضرتك كمان العقد بتاعه، ما عنديش مشكله. $1,000,000. $1,000,000 دفع منهم كام الزمالك بقى؟ الزمالك دفع منهم 650,000. يتبقى 350,000. المفروض الزمالك يدفعهم شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. على حساب صاحب المحل. طبعا على حساب صاحب المحل للاسف. كابتن احمد سليمان يا استاذ عبد الناصر لو حضرتك تسمح لي، بيحاول يدير ملف الكوره وملف الاداره داخل نادي الزمالك بشكل فردي. ماشي، بس دون ان يفهم ان احنا بنشكك في ذمته الماليه او اسمه او لا يا كرامته. فندم، لا لا لا. لكن هو بيحاول، يعني زي ما تقول بيحاول يعمل صفقات طبقا لرؤيته الفنيه. مظبوط يا فندم، مظبوط. عشان كده هو كان من البدايه اصر على يعني ان هو يتولى ملف الكوره بشكل فردي. طب ما هو كده يعني خلي بالك اللي بيقوله احمد مرتضى منصور صح. لما احمد مرتضى قال لك انا وامير اللي كونا فريق 2014 اللي جاب البطولات الذهبيه للزمالك هم صادقين، لان لغايه دلوقتي 3/4 الصفقات ورؤيه الكابتن احمد سليمان في الصفقات سيئه. مظبوط يا فندم. لا يعني خلينا برضو نقول شهاده حق للاستاذ امير مرتضى. هو استاذ امير مرتضى كان شاطر شويه في موضوع الصفقات، كان محبوب جدا للاعيبه الكوره خاصه الاجانب. يعني عايز اقول لحضرتك خلي بالك بقى امير ده اللي اخترع السوق بتاع المغرب والمغرب، وكانت الناس بتقول لك شروه المغاربه. هو اول واحد دلوقتي الاهلي كل 3/4 الصفقات من المغرب. مظبوط. لا انا بس وقفت عند حاجه انت بتقولها، ان الكابتن احمد بيحاول في عمر فرج انه وغيره انه يطبق رؤيته الفنيه. طيب عشان ياكد اختياراته الصح. يعني هو ويأكد ان هو اللي عمل 2014 كده. يبقى كلام عشان ندي الناس حقها كده. كلام احمد مرتضى لما قال انا وامير وكنا بنسيب التوقيع للكابتن احمد سليمان كلامه مظبوط، لان لغايه دلوقتي يناير الصفقات 90% سيئه، الماركات والصيفي 90% سيئه حاليا. عايز اكد حضرتك معلومه برضو من فريق 2014. خالد قمر، معروف يوسف، احمد ديودار، اللي خلص ال3 صفقات دول كابتن امير مرتضى مش كابتن احمد سليمان. طيب كابتن احمد سليمان هو اللي كان بيمضي معاهم، بس هو اللي كان بيخلص في الاخر.
طيب نروح للرؤية التانية. أبو غمزة جنان لبسوا الزمالك ومليون دولار. كونراد مشلاك الراجل بيقول لك ده عايز ينزل الأكاديمية يتعلم كورة، ده كلام صحيح؟ ده عايز اقول لحضرتك امبارح استاذ عبد الناصر وشاهد شاهد من اهلها على قناه نادي الزمالك كابتن حماده عبد اللطيف وكابتن عبد الحليم علي يا لهوي. قالوا بالنص، قالوا انه لاعب لا يصلح لنادي الزمالك ولاعب لا يفقه شيء، لاعب دون المستوى، لاعب لا يصلح حتى لفريق شباب نادي الزمالك. يا راجل يعني بتتكلم اصاب جد؟ من امبارح بشكل كبير قوي على اللاعب. بتتكلم بجد؟ والله العظيم يا فندم انا حتى بعت لحضرتك على الخاص امبارح التصريحات. لو انا فاكرك يعني فاكر دي تصريحات اعلاميه مش على شاشه الزمالك. لا يا فندم، الاستوديو التحليلي الخاص بقناه نادي الزمالك عقب اللقاء بالنص كابتن حماده عبد اللطيف لما اتعرضت الانفراد الخاص بكونراد مشلاك لما ضيعه امام النادي المصري، قال لك يا جماعه ده لاعب دون المستوى لا يصلح لنادي الزمالك حتى لا يصلح لفريق الشباب. كابتن عبد الحليم علي اكد عليه بالظبط، قال كونراد مشلاك لاعب لا يصلح لنادي الزمالك، بوميز غير مؤهل هو والفريق لاداره المباراه، واضح ان بوميز بيفكر في اشياء اخرى خارج الماتش. لحظه بس، طب امنيه بتقول لك لاعب كويس وجاب بلاش، انت بتتريقي ولا بتعمل ايه؟ جاب بلاش ازاي؟ جاب بلاش $800,000 ببلاش ازاي يا امنيه؟ دي عايزه تحرق دمنا ولا ايه؟ اصل البنت دي اهلاويه وانا عارفها. البنت دي ده فعلا جاب بلاش؟ لا يا فندم، كونراد مشلاك $1,800,000 ورئيس نادي احد اكد اكتر من مره واكتر من مداخله تلفزيونيه ان هو لا يمانع في رجوع اللاعب مره اخرى، ولكن على الزمالك ان ينفذ بنود العقد. بنود العقد بتنص انه في حاله اتمام الاعاره او قطع الاعاره الزمالك يدفع $1,800,000 قيمه اعاره اللاعب كامله. امال ايه قصه انه رئيس نادي احد قال هدفع انا الفلوس زمان لما جه الواد يعني؟ نعم يا فندم؟ رئيس نادي احد في البدايه قال لك ان انا اللي هدفع الفلوس. انا شخصيا انفردت معاه، اول مداخله اتعملت معاهم كانت معايا، قالوا لي لن نتحدث في الامور الماليه. بعد كده قالوا ان رئيس نادي احد اللي هيدفع الفلوس. لا يا فندم، رئيس نادي احد اللي هيدفع راتب اللاعب الشهري وليس عقد اعاره اللاعب. عقد اللاعب الشهري هو اللي هيدفعه، انما عقد يلا انت بتجيب العقود دي منين؟ يلا انت بتجيب العقود دي منين يلا؟ يا فندم، لا ده بس نقطة عشان حضرتك تبقى عارف. لا انا عايز افهم انت بتجيب انت بتجيب العقود دي منين؟ العقود دي كلها عندك جبتها منين؟ الحمد لله تربيتك وتلاميذك يا استاذ عبد الناصر. لا والله بتكلم بجد، معاك عقد الواد ده التاني؟ يا فندم موجود معايا، هبعت لحضرتك على الخاص. حاضر. يعني الواد ده اللي مرتب على الاحد لكن في يا فندم، لان هو طبعا لعيب اجنبي وحضرتك عارف ان السعوديه بتدفع حلو يعني للعيبه الاجانب بالذات. يعني ده مستحيل يمشي كلامك، معنى كلامك مستحيل من رابع المستحيلات يا فندم ان اللاعب يمشي. يا لهوي، وانت في عرض مكان اجنبي وكمان ممحك فلوس وتقعد كل شويه تقول لي الارض محروقه الارض محروقه. طبعا يا فندم. برضه تاني انت يا امنيه، البت امنيه بتقول لك انت معاك جزء من العقد مش العقد كله. جزء من العقد؟ لا، انا معايا تفاصيل العقد كله بالراتب الشهري بتفاصيل العقد بتاع اللاعب وهبعته لحضرتك وحضرتك تعرضه ان شاء الله. رئيس نادي احد ابلغ نادي الزمالك من البدايه ان هو هيتحمل الراتب الشهري للاعب، اما قيمه الاعاره الزمالك هيدفعها كامله. زي بالظبط هفكر حضرتك حتى بمثال اللاعب احمد القندوسي. نادي سيراميكا كليوباترا بيدفع اعاره اللاعب، ولكن نادي الاهلي بيتحمل جزء من راتب اللاعب لان راتب اللاعب كبير. اي كويس ان انت قلت القندوسي، كان يقول لك يا عبد الناصر ضد الزمالك بس اهو. واحد يا فندم، النادي الاهلي بيتحمل جزء من عقد من راتب القندوسي شهريا، لان عقد راتب القندوسي كبير، فنادي سيراميكا كان رافض من البدايه لان عقده كبير، الراتب بتاعه كبير. نادي الاهلي بيتحمل حوالي 40 او 45% من قيمه الراتب بتاعه، اما تعاقد الاعاره او تعاقد البيع دي نقطه ثانيه خالص. نادي الزمالك هيدفع لنادي احد قيمه الاعاره كامله. سيبك من اللي بيقول لك انت ما وراكش غير الزمالك وعايز تهده، ده متخلف يا جماعه، ودول اللي دمروا الزمالك، دول اللي دمروا الزمالك.
طب ما هو للاسف. ما هو يا فندم، هو باتشيكو مين اللي مشاه؟ ما هم دول اللي مشوا باتشيكو يعني. واشمبونج يا فندم اللي طلعوا قالوا يا باشا والنبي القضية سيبنا بتاعتي من خلصت. باتشيكو وتشمبرج وخش لي على ساسي اللي بعت الحلق والباسي من اجل ساسي. مظبوط يا فندم. كان موضوع ساسي ده انا حرق ده. قلت يا جماعه انا ما فيش حد في الدنيا عندي اكبر من الزمالك. انا بعتبر الزمالك ده حاجه كبيره جدا. لما جيت هاجمت ساسي برضه شتمتوني، وقلت لكم يا جماعه دول كل اللعيبه دي عبيد الدولار والجنيه، برضه شتمتوني. ايه اللي حصل في موضوع ساسي يا باشا؟ لانه ساسي تجاوز كل الحدود. اتفضل يا باشا. طبعا حضرتك عارف يا استاذ عبد الناصر ان اللعيبه الاجانب بالذات لعيبه شمال افريقيا لعيبه محترفه جدا. يعني الا من رحم ربي الناس، بس يعني الناس معينه جدا اللي هي ممكن تبقى العاطفه بتغلب عليهم. اما اشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، اللعيبه دي بتبقى لعيبه محترفه ما يهمها هو الماده، الفلوس. هتدفع كام؟ هتديني كام؟ انا تحت امرك. فطبعا الزمالك يعني كان وجماهير نادي الزمالك كان العاطفه واخداها جدا في فرجاني ساسي، وكانت بتحاول تستعطف اللاعب. وحضرتك فاكر الست المسنه اللي كانت عايزه تبيع حلقها عشان يجددوا لفرجاني ساسي قبل كده. وده استضافوها على قناه الزمالك، وعمل ده كان شهر شويه هنخليها بدل شجره الدر. طبعا كانت حاجه صعبه جدا وحاجه مخزيه. يعني نادي الزمالك اكبر من الكلام ده كله. فرجاني ساسي عن طريق المحامي بتاعه الاستاذ وليد بن ميم ابلغ لا انيس صاحبي، انيس بن ميم، اوعى تغلط في اسمه. ده انيس صاحبي من ايام الجيزه. انيس بن ميم صاحبي من ايام الجيزه. ايوه يا فندم، انيس بن ميم. تمام يا فندم، الاستاذ انيس بن ميم. وانيس بن ميم ده ما بيفوتش حدود. لا محامي شاطر جدا، محامي تونسي ومحامي شاطر جدا. هو ابلغ نادي الزمالك، ارسل انذار رسمي لنادي الزمالك يبلغه بدفع الغرامه ال 700,000 يورو في مده اقصاها شهر من تاريخ ارسال الانذار، والا سيرسل الموضوع مره اخرى للمحكمه الرياضيه الدوليه. وفي حينها الزمالك هيدفع ال 700,000 يورو زائد غرامه التاخير اللي هتوقعها بقى في حينها المحكمه الرياضيه الدوليه. طبعا الغرامه اللي هي غرامه الشهر دي بتبقى حوالي 30,000 فرنك او 45,000 فرنك، حاجه زي كده. يعني بنتكلم في حوالي $5,000 او يا باشا $6,000. بص، بدل انيس بن ميم المحامي يبقى هيكسب القضيه بالثلث من اشطر محامين الوطن العربي انيس بن ميم طبعا في موضوع اللاعبين. فرجاني ساسي يا فندم، الزمالك حاول يدخل بعض الوسطاء من الوسط الكروي او وسطاء لعيبه تحاول تقنع. ده بيقول لك شيكابالا نفسه كلمه. مظبوط يا فندم، اللاعب رفض تماما. اولا اللاعب ما بيردش على تليفونات نادي الزمالك تماما. اللاعب موكل الاستاذ بتاعه او المحامي بتاعه هو اللي بيرد على محادثات نادي الزمالك ومداخلات نادي الزمالك وتليفونات نادي الزمالك. وانيس بن ميم ابلغ اداره نادي الزمالك ان اللاعب يرفض تقسيط المبلغ او الجدوله، وعايز ال 700,000 يورو كاش. يعني مش عايزهم كمان شيك مقبول الدفع، هو عايزهم كاش، لان هو طبعا عارف ان ارصده نادي الزمالك في البنك بعافيه شويه، فهو مش عايز يدخل نفسه في مشاكل تانية. هو عايز ال 700,000 يورو كاش. وانيس بن ميم او الاستاذ انيس بن ميم ابلغ اداره نادي الزمالك بكده ان اللاعب صبر اكتر من مره، واللاعب اخذ وعود من الاداره اكتر من مره ولم تنفذ هذه الوعود. فاللاعب خلاص بقى يعني فاض بالكيل، عايز ال 700,000 يورو كاش، حتى مش عايزهم عن طريق شيكات مقبوله الدفع او عن طريق تحويلات بنكيه. هو عايزهم 700,000 يورو كاش. هيبعت حد جوه نادي الزمالك ياخد الفلوس ويمشي بالبلدي كده. يا لهوي، تخلي بالك ده الساسي ده كنت لو تيجي باسمه يضربوك بالنار. طبعا 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 طبعا. انا عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع كمان صعب جدا. هو رافض اي تصالح مع نادي الزمالك، رافض اي جدوله للمبالغ، رافض اي تقسيط للمبالغ. ولا تمر في العيش والملح الواطي، العيش والملح اللي كنا سوا. لا صعب جدا. هو حضرتك عارف ان في بعض اللعيبه. ليه يا ساسي كده يا ساسي؟ ايمن حبيبك وانا حبيبك وشيكا حبيبك، فين الذكريات يا ساسي؟ فين متعوبه والبيت الابيض اللي كان بيلمنا يا ساسي؟ رافض تماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالكم برضه كان مبقاش ظالم. الفلوس دي فلوس ضرايب، وهو قال لك أنا ما هدفعش ضرايب ولا ليش دعوة.
هو غضب تماما يا فندم. هو الفترة اللي كان بيلعب فيها نادي الزمالك، وكانت بداية الفترة الأولى الكابتن حسين لبيب لما كان مجلس معين لو حضرتك متذكر. إدارة نادي الزمالك كان يوم ما يعلم هو ربنا يوم ما تعين. خصمت منه 415 ألف دولار بدون وجه حق. كانت الحجة الخاصة بالنادي عدم التزام اللاعب بالتدريبات وغيابه أكتر من مرة. فطبعا اللاعب رفض المعاملة لا دي. يا باشا، ده بص، ده موقف لن ينساه التاريخ. ده انا قعدت اقول ابوس على دماغك يا كابتن حسين، الولد جايب لك العقد القدري، بيعه وهيتنازل عن مستحقاته، برضه ركب السوشيال. اوعى حد ينسى، انا اقول حياتي الصح. قلت يا كابتن الواد هيمشي فري، الواد عرض عليكم 200 300 400 500 الف دولار، خدوهم مع التنازل عن مستحقاته، ولا مليون دولار، والناس كانت عايزه تدفع ده في خبر، وبعد كده يمشي. هو ده اللي خلى ساسي قلب عليهم. ولعلمك اقول لك على حاجه، والله العظيم وليس مجامله، والله لو امير مرتضى فرجاني ساسي ما كان رفع قضيه. مظبوط يا فندم، مظبوط. امير مرتضى كانت بتربطه علاقه قويه جدا بفرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وهو الوحيد لغايه دلوقتي لو قصدوا اللي هيحل المشكله دي. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم، مظبوط. كانت بتربطه. اذا موضوع فرجاني ساسي موضوع كبير جدا. طيب عشان وقتي، الراجل جوميز حط شروط 6 أو 5، ايه هي عشان لا، ياخد؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف وتحدثنا قبل كده مع حضرتك في الامر ده، ان فرجاني ساسي حط اكتر من شرط للبقاء جوه نادي الزمالك. جوميز قصدك؟ جوميز. ايوه يا فندم، جوميز. جوميز. قصدك انت قلت فرجاني ساسي، وضح. لا، جوميز يا فندم، جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك حط اكتر من شرط، كان من اهمهم التجديد الفوري للاعب احمد سيد زيزو، انهاء المشكله الماديه داخل النادي وحصول اللعيبه على مقدم عقودها للسنه الجديده ال 25%. ثالث شرط هو التجديد او صفقات جديده 5 لاعبين لتدعيم المراكز داخل الفريق للمنافسه على البطولات الموسم ده. ال5 لاعبين هما 2 سرد باكين، 2 مساكين، لاعب ايسر جناح ايسر، لاعب رقم 6 في نص الملعب، ومهاجم افريقي قوي يجيد الضربات الراس والتحرك داخل ال 18. دي 5 صفقات هو مش عايز ومش هيتنازل عن اي واحد فيهم. قال لهم لو انتوا عايزين اقعد، عايزين اجدد، انا ما عنديش مشكله. هو على فكره يا استاذ عبد الناصر المدرب بتربطه علاقه قويه جدا بمعظم اللاعبين، واللاعبين بيحبوه جدا. فهو المدرب لو هيقعد جوه الزمالك فهيقعد عشان خاطر اللاعب. يا مجد الكابتن احمد سليمان بيقول لك سبب هزيمه الزمالك من المصري ان اللعيبه جت مدمره نفسيا، واولهم عمر جابر، والراجل جوميز طالب بديل لعمر جابر اصلا. ما هو يا فندم انا بقول لحضرتك هي المشكله مش في كده، المشكله ان العلاقه ما بين جوميز وما بين اداره نادي الزمالك الفتره دي مش احسن حاجه. يعني معلومه لحضرتك، اداره نادي الزمالك حاولت تقعد مع جوميز مرتين قبل كده، والمدرب كان بيرفض وكان بيماطل في القعده دي. اول مره كانت بعد ما الزمالك اخذ بطوله السوبر الافريقي امام النادي الاهلي، وكانوا حابين يعلنوا التجديد والتعاقد وهم لسه في السعوديه، ويبقى خبر مفرح للجماهير الزملكاويه. المدرب اللي اخذ بالسوبر الافريقي احنا جددنا له. المدرب رفض تماما وقال لهم ان ده مش وقته، لسه بدري جدا على اي تفاوض، الفريق داخل على مرحله صعبه، داخل على بطوله السوبر المحلي، فمش وقته. اجلوا القعده، حاولوا يقعدوا معاه تاني قبل انطلاقه بطوله الدوري، وكانت برضو حجه المدرب اللي انا برضو مش فاضي، انا دلوقتي مركز مع الفريق، داخلين على بطوله الدوري عايزين ندخلها بشكل قوي. فالمدرب كان بيأجل قعده التفاوض او التجديد اكتر من مره. هو ليه بيأخرها؟ ومش بيأخرها لحاجه، هو بيأخرها مستني يشوف التفاوض اللي ما بينه وما بين نادي الاتفاق السعودي لانه كان ظهر ساعتها. الحاجه الثانيه مستني يشوف اداره الزمالك هتوفي بوعودها معاه ولا لا، لان المدرب مش هيقعد الا لو ان المشكله الماديه اتحلت. احمد سيد زيزو جدد، جابوا له اللعيبه اللي هو عايزها. غير ال3 حاجات دي انسى يا استاذ عبد الناصر، جوميز مش هيقعد. جوميز تقريبا مخلص 80 او 90% من اتفاقه والتعاقد مع نادي الاتفاق السعودي، وكيل اعماله مخلص كل حاجه، مستني بس ان هو يبلغ النادي السعودي ان انا حجزت الطياره للمدرب وجاي على السعوديه.
طيب. فهو ونادي الزمالك عارف الكلام ده، فعشان كده نادي الزمالك بيحاول يستعجل القعده، فمش عارف، لان الزمالك عايز الاول يخلص جلسه زيزو. ما هو المدرب مش هيمضي الا لما زيزو الاول يمضي، وزيزو نفس الفكره بيماطل. يعني عايز برضو حاجه لحضرتك، اللي المسؤول على ملف التعاقد مع زيزو هو والده الاستاذ سيد. فاستاذ سيد طالب 70 مليون جنيه في الموسم. لا هو طالبهم صافي يعني 100 مليون. ايوه يا فندم، 70 مليون جنيه صافي الضرايب. يعني نادي الزمالك بيحاول يدخل بعض رجال الاعمال، ان رجال الاعمال تدفع نص الصفقه والاداره تدفع النص التاني. طب وانت النهارده في ظل اللي بيعمله ساسي وكده، ما من حقه الراجل. مظبوط يا فندم، مظبوط. ما هو احمد سيد زيزو هو لعيب محترف. انا بالنسبه لي هو يعني كعاده نادي الزمالك بتحاول تحط اللعيبه في وش المدفع مع الجماهير، بتلبسهم مع الجماهير. هو احمد سيد زيزو ذكي، لعيب بيأدي بكل جهد وبكل اجتهاد في الملعب، مش شاغل دماغ خالص. يعني مخلي والده هو المسؤول عن ملف التجديد مع نادي الزمالك. هو اللاعب لاعب محترف لاخر يوم في عقده، هو ما بيعملش مشاكل داخل الفريق، ما بيعملش مشاكل مع الاداره. انما والده تحدث بشكل رسمي مع كابتن حسين لبيب شخصيا، قال له انا ابني ما عندوش مشكله خالص ان هو يجدد نادي الزمالك، ابني بيحب نادي الزمالك، ولكن قدروه ماديا. اللعيب جاي له اكتر من عقد بمبالغ ضخمه وبمبالغ خرافيه، ممكن يتنازل عن بعض من حقوقه، ولكن يبقى في تقدير. ايه هو التقدير؟ ابني عايز 70 مليون جنيه في الموسم، يعني ما يقرب من حوالي 1,400,000 دولار. وده طبعا يعني بالنسبه لزيزو يعني على حد قولهم ان هو يعني تقريبا مبلغ قليل. انا ابني معروض عليه 2 مليون دولار في الموسم، وبالفعل يا فندم يعني معلومه برضه لحضرتك ان نادي بيراميدز فتح خط تفاوض مع والد زيزو مباركه من المالك نفسه السيد سالم الشمسي. يعني خلينا ماشي، خلينا دلوقتي في جوميز، لو ما جالوش الخمس ست لعيبه دول هيمشي؟ هيمشي يا فندم. عايز اقول لحضرتك وباكد للمره المليون، واكدت على حضرتك واستاذ محمد الشرقاوي في حلقه يوم الخميس مع حضرتك في ملعب الشمس، هو كان عارف المعلومه دي. تمام. حتى هو حب يوضحها بس هي ما رضاش عشان ما يثيرش الراي العام اكتر. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم.